اش غادي يوقع الا فقتي شي صباح وابتسمتي؟ اش غادي يوقع الا مشيتي كطيبي الفطور؟ دابا غير خليك معايا، دابا خليك وسكتي سامعي شنو غنقول لك. دابا فقتي مع الصباح وابتسمتي ومشيتي طيبي الفطور وابتسمتي، كتبتسمي غير بوحدك، ولكن شوفي عندك يشوفكم مال الدار، حيت اكيد غيقولوا عليك مالكي حماقيتي. عرفتي علاش؟ حيت ما هما فينش كيشوفوك مبتسمه، كيشوفوك ديما مغوبشه بزاف مع الصباح. كنهضر على راسي وكنهضر عليك حتى انت يا اختي. اجي تشاركي معايا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يعجبك. روتين فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، فيه طاقه نفسيه زوينه، فيه طاقه ايجابيه زوينه. السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف حالكم يا فتيات يا حبوبات؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. هذا فيديو جديد وروتين جديد كله طاقة إيجابية، كنحاول بما أمكن نعطيك الطاقة الإيجابية ونعطيها حتى لراسي. راه فاش كنعطيها لك عندك يسحب لك، أنا كنخرج من الفيديو ماشي كل طاقة إيجابية، بالعكس أنا كنكون في قمة السعادة يا حبيبتي. هنا غتقولي اش كديري يا لطيفة؟ كتصبني في لافابو ديال الماعن؟ اوه شوفي اختي، هذاك لافابو غسلته مزيان، كنغسلو مزيان اصلا، الا ما غسلتوش ما كنرتاحش ياك، حيت هذه من بين الطاقه، من بين النفسيه اللي ماشي تلهي، من بين اختي دوك الوسواس الخناس اللي ركبنا، هو ان كل حاجه خصها تكون نقيه بزاف. المهم اختي، هاد لافابو غسلتو، هادي عرفتي علاش؟ هذا الليل 11 الليل هادي وانا نايضه كنصبن، كنت بغيت نمشي عزكم الله للدوش ولا الطواليت ونصبنهم، ولكن قلت لي لهذا بلاش، اصلا راجلي اللي شافني ديك الوقيته داخله كنصبن غير خاصم، يقول لي واش نتيا النهار كله ما بقيتي ما ديري حتى لدابا عاد جالسه تصبني؟ هاي يا اختي هاي. وقلت بلاتي نحيدهم عليا. المهم هادو كانوا الحوايج اللي كنت خديت من البال نهار الحد، غتقولي عليا معكازه ويلا مصبناهم، والله يا اختي يلا صبنتهم البارح، صبنتهم ما كاين لاش نكذب. المهم اختي بقاو فواحد البلاستيكه ونسيتهم، بقاو محطوطين فوق الماكينه اللي محطوطه عندي في الدار، ونسيتهم وقلت بلاتي نحيدهم عليا باش نشفوه هكا الدراري. يوسف اصلا شديتو مع يوسف، صافي اختي صبنتهم هنايا. فاش صبنتهم درتهم في المطايب في واحد البانيو وخليتهم تقريبا واحد نص ساعه ما كامله، صافي اختي ونشرتهم غير في الشرجم ديال البيت ديال الدراري. وهنا جيت اختي خديت هذا العصير منعش ديال السيترون، غتقولي لي حامض بالليل، اختي عشقته وشقات لي عليه. المهم هنا كان الصباح اللي هو اليوم الجمعه، جمعه مبارك اختي عليا وعليك وعلى جميع المسلمين اجمعين. سبقت ثاني عليا، دائما كنسبق عليا عليكم اختي وعليا وعلى جميع المسلمين اجمعين. المهم نرجعوا للابتسامه اللي قلنا في الاول في الفيديو. اش غادي يوقع الا ضحكتي؟ اي والله ما غتوقع شي حاجه، غتوقع واحد الحاجه، هي ان النهار ديالك كامل غيدوز وانتي مبتسمه بشوشه. سبحان الله، والله العظيم هاد القضيه كانت فيا من صغري. فخبركم البنات انا كنت بغيت نخرج من الخدمه على ود الضحكه، انا كانت الضحكه ديالي تتسمع منين ومنين. صراحه دابا ما بقاتش، ما بقاتش كي كانت، ولكن كنت كنضحك بزاف، واخا دروكا تشوفوا فيديوهاتي فعلا كنضحك، يعني بعض المرات وليت كنضحك على اتفه الاسباب، ما عرفتش علاش. غادي نطرقوا لهذا الموضوع اخر، علاش كتضحكي بدون سبب؟ داكشي كيكون مخزن لك في العقل. المهم اختي انا راه ماشي عندي شي نيفو طالع في القرايه، قرايتي على قد حالي، ولكن عرفتي شنو هي الحاجه اللي كتعجبني في راسي من صغري؟ هي انا عزيز عليا نعرف بزاف د الحوايج، عزيز عليا نتفرج في بزاف ديال الحوايج. المهم اختي بزاف هادو شي ديال علم النفس ناري عزيزين عليا نتفرج فيهم. بغيت نقول لك بان كيفاش كتبتسمي كتعطي لراسك واحد تعطي لدماغك، شوفي حنا عندنا واحد كورتيزول، ياك كورتيزول كيطلع وكيهبط، داير بحال السكر، داير بحال مرض السكري، هو الكورتيزول. منين كتضحكي وكتنشطي هو ما تيعجبوش الحال، ما تيعجبوش الحال، لانه هو اصلا كيجيك بسبب ستريس، يعني هو ما كيعجبوش الحال وكيبعد منك. اما انت الا كنتي مغوبشه وطلع عليك الزاف عاد تيجي اختي تيتسلط عليك وكيدير لك السمنه الزائده اللي كاينه عندي انايا، وكيدير لك اختي الكريشه، وكيدير لك الاعصاب، وكيدير لك بغيتي تجلسي بوحدك، وكيؤدي بك حتى الاكتئاب. يا اختي هذا بحتي عليه مرض الكورتيزول، وغادي تلقاي بزاف ديال الاعراض، ربما فيك حتى انت اللي كتشوفي هذا الفيديو، وكاينين فيا حتى انا للاسف. المهم اختي قالك ملي كتضحكي
شوفوا خليت لكم الروتين، خلينا دابا من الروتينات شغل كنديرو كل نهار، خلينا نستافدوا شي حاجة ياك البنات. المهم اختي أنتِ منين كتبقي تضحكي وهذا كتعطي لراسك واحد الطاقة زوينة، ملي كتكوني غادية للمدرسة وكتلاقاي مع شي الناس هكا غاديين، ما تبقايش أنتِ فين ما شتي تخنزري في بنادم، يكون عندك مشكل في الدار وتخنزري في الناس على برا ما داروا لك والو، ما داروا لك حتى شي حاجة. ملي كدوزي اختي حدا المرا وتهزي فيها وتحطي وما عاجبك حال ومعصبة، مالكي أنتِ معصبة في دارك، تلاقيتي مع الناس ابتسمي. فاش تلفتي فشي بنية هكا سبحان الله العظيم تيكونوا شي بنيات غاديين للمدرسة بنات كبار ماشي بنيات صغار، مثلًا تقرا في الإعدادي ولا الثانوي كتدوزي من حداها كتبتسم ليك، كتعرفك ما كتعرفيها، سبحان الله داك الشي كيوقع، وما تقوليش ليا ما كتوقعش ليك، والله البنات اللي كتوقع ليا أنا بزاف. أولا بغيتي تركبي في ترونسبور تتلاقاي مع شي مرا جالسة حداك قرقبي معاها الناب. المهم دائما اختي كوني بشوشه وتكوني تضحكي واخا داك الانسانه مثلا. شوفي انا غنعاود لك انا اش خاسره. هاد المره الاخيره في رمضان فاش كنت غاديه عند المهم تلاقيت مع واحد البنت ما شاء الله عليها كتقرا هادشي ديال بتكون استاذه ان شاء الله. صافي وفاش ركبت في الطاكسي كيف شافتني هضرات معايا، جيت انا هضرت معها صافي بقينا غاديين الطريق كلها وحنا كنهضروا مجمعين، مع ان كاين فرق كبير في السن بيني وبينها، ولكن سبحان الله ارتحت ليها وارتحيت ليها. فاش بغيت نهبط قالت لي بسلامه عرفتي وحق الله الا فرحت بزاف اول مره قالت لي نلقى انسانه كتفكر بحالي. اقسم بالله البنات الا قالتها لي قالت لي اول مره لقيت انسانه كتفكر بحالي ودماغها بحال ديالي، ولكن أنا نقول لها ولكن انا كبار منك بزاف. وهي تقول لي ولا فرق السن بيناتنا، ولكن لقيت راسي بان انت قريبه ليا. انا قالت لي عايشه مع صحاباتي كاريه معاهم هنا في الحي الجامعي، وقالت لي ما عمرني لقيت، قالت لي انا شي بنت هكا تكون بحالي ما لقيتهاش. قلت لها ايوا اختي دوماج. ايوا المهم دابا الهضره جبدت هضره وتلقيها في الضله وضحكي ونشطي وفوجي وابتسمي وبعدي على الناس اللي كيخلوك معصبه وما تبقايش تعصبي. فين ما بغيتي تعصبي قولي انا اليوم ما خاصنيش نتعصب. كانت واحد المره واحد البنت كانت قالت لي كانت خدامه معايا، والمهم كنا تنهضروا بحال هكا وتخاصمات هي واحد البنت وهي تقول لها قالت لها شوفي انا راه مازال ما خلقش الله اللي يخسر ليا نهاري. قالتها لها بهذه الطريقه وبقات لي في دماغي فاش خرجنا من الخدمه ونقول لها كيفاش قلتي لها قبل مازال ما خلقش الله اللي يخسر ليا نهاري. قالت لي حيت انا كندير مجهود مع نفسي باش نهاري يدوز زوين، باش تجي وحده قالت لي مع الصباح ترول ليا نهاري لاني مادام تخاصمت معايا مع الصباح ولا تعصبت عليها نهاري كله غيطلع فالصو. قالت لي وانا لا انا باغا نهاري يطلع زوين. وبقات هادشي في دماغي، يعني كاين شي حوايج كتستافديهم من الناس مع ان كتستافديهم واخا دوز عليهم عمر. المهم اختي هنا طيبنا سكسو كي تتشوفي جيت لهاد البيت ديال الدراري خملتو داك التخمال ديال المهم ديال شويه وصافي حيت الحصيره جففتو نقيت الدنيا. وريتكم هنايا الحوايج اللي كنت مصبنه صافي اختي وعاودت رديت كلشي لبلاصتو. المهم مره كندير شي حاجه بحال هكايا. ايوا صافي اختي هي القصريه ديالنا ديال السكسو المتواضع ديال الناس الدراوش اللي قسم الله كنديرو في كسكسو اختي. كاينه عندي الخضره كلها كنديرها، ما كايناش كندير داكشي اللي كاين. اللحم على قد الحال كاين الدجاج كاين اللحم اللي كاين كنديرو، يعني انا من هاد الناحيه هادي الحمد لله ما كنبرزطش راسي. ومن بعد اختي منين تغدينا مشيت حيت شحال هادي ما بقيناش شاركنا هاد القضيه هادي يا البنات. هادشي ما كيعنيش اننا ما كنديروهاش، ولكن ما كنبغيش زعما دائما نشاركوا نفس الحاجه، كنحاولوا نعطيو واحد الاسباس لشي حوايج ما نشاركهمش يوميا. المهم اختي ضروري من تلاوه القران وسوره الكهف اليوم احسن سوره في القران الكريم اللي خاصك تقرايها اليوم الجمعه، يعني ماشي احسن سوره وانما افضل سوره تقرايها في نهار الجمعه هي سوره الكهف، لان الاسبوع كامل سبحان الله كيدوز عندك زوين والبركه ديال هاد سوره الكهف كتوقف معك. صافي هنا بقيت نرد البال اول مره نشوف هاد سميتو كيفاش تنطقي الحروف كيفاش اول مره، وبقيت هكا كنصور وكنتمعن. ايوا اختي قولي لي بقيتي حتى لهنايا كي جاك التعاويذ واليوم مثلا نتعاود انا وياك. المهم ما تنسينيش بواحد اللايك كتشجيع منك ليا، وشكرا بزاف الناس الجداد اختي اللي دخلوا، شكرا بزاف الناس القدام، شكرا على الكلمات الطيبه اللي كتخليو لي. الله يجازيكم بخير، الله يدير بحسابكم اختي. وهنا اختي من بعد ما قريت شويه ديال ما تيسر من القران الكريم جيت تنصايب المسمن. اصلا كنت عاجناه قبل ما نتغداو صافي وجيت كنقاد المهم مسمن ديال الناس دراوشو على قد الحال اختي. اصلا الدقيق ما صدقش ليا الفورس ما عرفتش علاش. المهم هو مسمن جا زوين قاضي الغرض، وهذا الشيء اللي بغينا اختي، بغينا انه يقضي الغرض. والدراري اللي جاو من المدرسه يلقاو داك الكوتي محطوط فوق الطبله ديال الحاجه اللي كانت تعجبني
وكنت كنعيشها مع الأم ديالي، هي أننا فاش كنا كنجيو من المدرسة كنلقاوها حاطة لنا الكوتشي باللي قسّم الله، وكنبغي حتى أنا نفس الحاجة نديرها مع الدراري، يعني فاش كيجيو أصلًا هاد الشي دائمًا، دائمًا الصراحة ما نكدبش عليكم، واخا ما يكون والو، واخا ما يكونش عندي مثلًا لا مسمّى لا كيكة لا حتى حاجة، المهم أنا نحط داك الطبيلة، نحط براد ديال أتاي، نحط زويته، خبيز، طبيصلات، هادشي في حالة ما كاين والو كنقضي، المهم ديك الطبلة خاصها تكون محطوطة فاش الدراري يجيو من المدرسة مع الستة. إيوا أختي الله يعطينا صحتنا ونقدروا نبقاو دائمًا إن شاء الله نديروا هاد الشي، لأنه والله العظيم البنات فاش كيجي الإنسان تيشوف الصحة ديالو غادية وتتدهور، كيقول يا ربي اعطيني غير صحة حتى باش نكون مع وليداتي ونكبّرهم وندير تيولي فينا حتى هاد الشي راه من بين الوسواس اللي كيدخل لينا في دماغنا والله، لأن حتى واحد ما تيعيش ناقص عمر اللي قال هذا، كلنا تنعيشوا عمرنا على قد داك الشي اللي مكتّب لينا الله. الصراحة هذا موضوع آخر، عرفتِ فاش كنهضر في شي حاجة كيجيني شي موضوع آخر، ما تنبغيش ندخل لكم من هنا لهنا، لأني سبحان الله العظيم تنرد البال لراسي دغيا كنقدر ندخل لمواضيع أخرى. المهم أختي هذا هو المسمّن، كي قلت لِك على قد الحال، الحمد لله على كل حال، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. إيوا هنا أختي بغيت نقول لِك تهلاي ليا في راسك وشكرًا ليك بزاف أختي على التفاعل ديالك في القناة ديالي، والله يجازيكم بخير، الله يجعل بحسابكم. وهنا كنوريك هاد الdetox راه باقي كنديرو ديال الحامض والكمون والقرنفل. يلاه يا أختي مع السلامة مع فيديو جديد إن شاء الله، تحياتي ليك.